بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح الدو وايل لوب. الموضوع كله اتلخص ان الوايل عكس الدو وايل. مش عكس في التنفيذ، هو عكس في الطريقة. يعني الوايل زي ما كنت شرحت قبل كده، الوايل بيتحقق الاول من الشرط وبعد كده ينفذ. لا، الدو بينفذ وبعد كده يتحقق من الشرط. لو طلع ترو يقوم منفذ تاني ويتحقق من الشرط. الوايل بيتحقق من الشرط وبعد كده ينفذ، بعد كده يتحقق من الشرط وبعد كده ينفذ. الدو وايل العكس، ينفذ وبعد كده يتحقق من الشرط، ينفذ ويتحقق من الشرط. يعني في الدو وايل بنعمل بالشكل ده كده دو، ونكتب الجمل اللي احنا عايزينها. يعني مثلا اقول له نم يكون نم دوت بي ار. هنعمل نفس المثال اللي فات، ماشي. نقول له وايل نم اصغر من او يساوي 10. يبقى هنا هيطبع لي نم اللي هي اساسا بواحد، ويعمل بي ار طبعا. هنا نقول له نم بلس بلس بالشكل ده. يبقى هنا هيطبع لي نم اللي هي واحد، بعد كده هيزودها واحد يبقى كام؟ اتنين. طيب اتنين اصغر من او يساوي، اتنين اصغر من او يساوي 10، ايوه، يبقى ينفذ تاني. ملاحظين ان انا هنا الشرط بدأ مع اتنين، انما كنت قبل كده بقول له واحد اصغر من او يساوي 10 يبقى ينفذ. لا، هنا نفذ على طول واحد، وبعد كده لما زود اتنين، الاتنين اصغر من او يساوي 10 ولا لا؟ اصغر منها، يبقى ينفذ تاني لغاية لما يوصل لانه يبقى 11، فيتبع لنا من واحد ل10. نجرب اهو، من واحد ل10. نفس المثال، يبقى الوايل بيتحقق وبعد كده ينفذ، الدو وايل بينفذ وبعد كده يعمل تحقق.